أمضى قرابة 40 عاما في ألمانيا، لم تغير من ملامحه أو طباعه شيء، فهو دائما فخور بكونه مصريا، حتى لقبه الألمان بأمنحتب الفراعنة. وكان دائما يقول: وصلت إلى ألمانيا حاملا القليل من المال الذي لا يكفي لتعلم الهندسة. فكرت مليا ماذا أفعل؟ هل أتبع نفسي المترفعة أم أتجه إلى العمل؟ بدأت من الصفر وبعت الجرائد لكي أنفق على نفسي حتى وصلت إلى ما أنا فيه الآن. ولد المهندس هاني حلمي عازر في مدينة طنطا عام 1948، وتحديدا في 11 نوفمبر، لأب يعمل موظفا في سكك حديد مصر، وله 5 من الإخوة والأخوات. حصل على الثانوية العامة من مدرسة النقراش الثانوية بمجموع 87.5%. وفي عام 1967 دخل جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم مدني، وبعد تخرجه سافر إلى ألمانيا والتحق بجامعة بوخوم وتخرج منها عام 1978. وبعدها تلقى عرضا من كبرى شركات البناء والتشييد الألمانية، وهي شركة بولنسكي سولنا، والتي أشرف من خلالها على عدة مشاريع، منها نفق مترو دورتموند عام 1979. وفي عام 1994 ترأس فريق بناء نفق تير جارتن أسفل العاصمة الألمانية برلين، والذي كان يعد مشروعا بارعا للمهندس المصري هاني عازر، نظرا لصعوبة التضاريس وعدم استقرار التربة. وأصبح اسمه مرتبطا بعدة مشاريع لبناء الأنفاق في أوروبا. وفي عام 1995 أصبح كبير المهندسين لمحطة ليرتت بانهوف ببرلين الألمانية، والتي تعد أكبر محطة قطارات في أوروبا. والمهندس هاني عازر له إعجاز علمي أنقذ به ألمانيا، وبدأ عندما أسند إلى ألمانيا مهمة تنظيم كأس العالم في 2006. ومن هنا همت ألمانيا بالتطوير في البنية التحتية حتى تخرج بالمونديال في أحسن وأبهى صورة. وكان على رأس هذا التطوير محطة قطارات برلين، التي كانت ملقبة بالقصر الزجاجي، وكانت تستوعب 1200 قطار وأكثر من 300,000 راكب. وأبى الكثير من المهندسين الذين أسند إليهم ترأس المشروع، نظرا لضيق الوقت والمشاكل الفنية والإدارية والبشرية المتعلقة بهذا المشروع الضخم. وهنا كان دور أمنحتب الفراعنة الذي أخذ على عاتقه إنقاذ ألمانيا في مدة أقصاها 5 سنين. وبعد سنين من العمل تم الانتهاء من المشروع على أكمل وجه، والشاهد على ذلك هو حصول المشروع على جائزة محطة العام. واختير المهندس المصري أيضا من أشهر 50 شخصية في ألمانيا، ونجح المونديال برمته نجاحا مبهرا. هذا وقد كرمته المستشارة الألمانية لمجهوده في خدمة الدولة الألمانية في مايو 2006. وبعدها كرمته الدولة المصرية في شخص الرئيس الأسبق حسني مبارك. وحصل أيضا هاني عازر على وسام الاستحقاق الأول من جمهورية ألمانيا الاتحادية على جميع إنجازاته في عام 2019. وارتبط اسم المهندس هاني عازر بعشرات الأنفاق والمشروعات حول العالم، وأصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.
ومنذ قرابة 3 أعوام يتواجد المهندس هاني عازر في مصر بشكل مستمر، منذ أن اختارته الدولة المصرية عضواً بمجلس علماء مصر، وكلفته الدولة المصرية أيضاً لمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي للطرق، بالإضافة إلى وضع أسس أنفاق قناة السويس الجديدة، وتطوير شبكة سكك حديد مصر بشكل عام. وقد اختير سلفا المهندس هاني عازر في عام 2018 من قبل وزارة الهجرة المصرية ليكون رئيسا شرفيا مدى الحياة لمؤسسة مصر تستطيع. وتكلم هاني عازر عن ماذا ينوي في الباقي من حياته. تحدث قائلا: كثيرا ما أفكر أن أتقاعد وأقضي بقية حياتي في مصر وسط إخواتي وأصدقائي القدامى، لكن من عاش حياة الغربة مثلي يدرك بأنه بات مقسما بين مكانين لا يعلم لأيهما ينتمي أكثر.